وقفتنا التالية اقتصادية، فالكثيرون منا يعانون من مشكلة سوء تنظيم أو عدم تكافؤ ما بين المدخول من جهة والمصروف من جهة أخرى، والنتيجة تتمثل غالبا في عجز اقتصادي قد يسبب للأسرة مشاكل عديدة. صح. نعم راوية، وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي مازن إرشاد. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. وبداية نسألك، هل يمكننا بمداخيلنا المحدودة أن نعيش حياة هنيئة؟ أن نعيش حياة هنيئة يعني ممكن شوي في ظروف تعتمد على الظروف الاقتصادية، خصوصا احنا في الفترة الحالية المنطقة العربية بشكل عام نعلم أنها تمر في وضع اقتصادي صعب، في مصر، حتى في الأردن، في لبنان، في مناطق في تونس ودول أخرى الحقيقة، حتى في دول الخليج العربي بعد تراجع أسعار النفط. وبالتالي احنا بحاجة الحقيقة العائلة فيما يتعلق بتحديد النفقات. احنا أهم شيء احنا يجب أن نأخذه في عين الاعتبار بأن الاقتصاد مهما كان بمختلف أنواعه، سواء كان اقتصاد الدولة أو اقتصاد الفرد أو اقتصاد العائلة، هو يعني هو الاقتصاد بالنفقات، أن يكون هنالك اقتصاد بالنفقات العائلية بشكل عام، ولا يختلف طبعا بهذا المفاهيم اللي تحدثنا فيها بشكل واضح. لكن اللي يجب على العائلة الحقيقة أن حتى تصل إلى بر الأمان أن تحدد الأولويات في بداية الأمر، الأولويات فيما يتعلق بتلبية احتياجاتها الأساسية كالصحة والطعام والملبس والتعليم وكل ذلك من أمور. فيما تبقى بعد ذلك من دخل يعني نتمنى أن يكون تبقى شيء كافي لتحقيق الترفيه والعيش بهناء كما ذكرت في سؤالك. يجب أن يكون هنالك أولويات، تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية، وبعد ذلك النظر فيما تبقى من مدخول كان يومي أو شهري من أجل يعني تحقيق الرفاهية للعائلة بشكل عام. نعم، يعني إذا أردنا التحدث عن الأولويات، ما هي الأولويات بالنسبة للأسرة إذا أردنا ممكن تقسيم نسب مئوية من المدخول وكيف يجب أن ترصد؟ نعم، يعني سؤال مهم الحقيقة. احنا بنعرف أن الأولويات بشكل عام يعني عادة تتباين بين أسرة وأخرى، ولكن بشكل عام هنالك اتفاق بأنه الطعام بلا شك هو في أول الأولويات فيما يتعلق بتخصيص الأنفاق العائلي. يأتي بعد ذلك طبعا الطعام والملبس والمشرب والتعليم والصحة. الجميع بحاجة لتعليم أولاده في المدارس وبعد ذلك في الجامعات. الجميع بحاجة أن يخصص يعني مخصصات متعلقة بالصحة، للطوارئ، للأمور التي بحاجة يكون هنالك يعني رفد نقدي متوفر لدى العائلة حتى يعني يتم رصدها في حالة كان هنالك أمور خارجة عن الإرادة. وبالتالي أنا أرى بأن هذه المخصصات قد تختلف. الطعام احنا بنعرف أنه قد تصل إلى حوالي 30% من مخصصات العائلة الشهرية، التعليم ما بين 10 إلى 15%، وتختلف طبعا يعني نوعية التعليم اللي بنتكلم، لكن احنا بنتكلم عن الأساسيات بشكل عام. نعم أستاذ مازن، تأمين الرفاهية للأطفال لا يعتبر أيضا من الضروريات أو الأولويات؟ نعم صح، هي المفترض، يعني إذا بنتكلم بشكل واضح الحقيقة من المفترض أن يكون هنالك مخصصات تتجه نحو الترفيه العائلي. الحياة كما تعلم ليست فقط أكل ومشرب وطعام وملبس، لكن هي أيضا نحن بحاجة إلى ترفيه أفراد العائلة. يجب أن يكون هنالك مخصصات، لكن لا يأتي ذلك بسهولة. احنا بنتكلم عن يعني الوضع المثالي للمصاريف والتدبير العائلي، لكن هي بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى تعاون من جميع أفراد العائلة حتى وصول إلى بر الأمان. يعني أنا أفهم جميع أفراد العائلة يعني تمر بأمور. يعني فهمنا من حديثك انه انت حضرتك عم تنصحنا بترشيد الدخل يعني وترشيد الصرف، ولكن سؤالي انه شو الفرق بين انه يعني ترشيد الدخل وبين البخل؟
سؤال مهم أيضا. يعني الجميع، معظم الناس تربط بين ترشيد النفقات والبخل، يعتقدون بأن ذلك مرادف لهذين المصطلحين، لكن هنالك فرق كبير. الفرق يعني احنا لما نتكلم لا نتكلم عن تقليص النفقات، يعني إذا كان هنالك تقليص للنفقات شيء جيد، لكن يعني سؤالك هو حول ترشيد النفقات. الترشيد هو أن يكون لدينا موارد مالية للعائلة ويتم تخصيصها نحو الأولويات، نحو الاحتياجات الأساسية، توجيهها بشكل يكون مرضي لجميع أفراد العائلة. أما البخل، احنا بنعرف أن هنالك موارد مالية لكن لا يتم صرفها. يعني هنا الفرق بين ترشيد النفقات بأنه يتم صرف هذه النفقات نحو الاحتياجات الأساسية وحتى الترفيهية، وليس تقليصها بشكل عام. ولكن البخل طبعا واضح بأنه أن يكون لدينا موارد مالية ولا يتم صرفها بشكل يرضي جميع أفراد العائلة، وهذا هو الفرق برأيي اللي هو فرق كبير وشاسع. ولكن الترشيد والادخار كلمتان كبيرتان على رب عائلة ربما غير مطلع على الشؤون الاقتصادية. ببساطة، كيف يمكن لرب العائلة أن يدخر ويبقي عائلته سعيدة؟ يعني الهدف، أنا في بداية يعني حوارنا تحدثنا بأن الاقتصاد، سواء كان الاقتصاد الوطني المعتمد للدولة أو حتى الفرد والعائلة، هو نفس المفهوم الرئيسي. هو يعتمد على، حتى باللغة الإنجليزية، الايكونومي تو ايكونومايز، تعني أنه تقسيط أو يعني الوصول إلى مرحلة يتم فيها الاقتصاد في النفقات. وهذا هو المعنى الرئيسي لكلمة اقتصاد بشكل عام. لا يمكننا الوصول إلى مرحلة يعني نستطيع فيها توفير، أو الوصول إلى مرحلة يتم فيها توفير بعض الأموال من الإيرادات الداخلية للعائلة إلا في حال تمكنا من تقليص هذه النفقات وترشيدها، أن يكون هنالك تعاون من جميع أفراد العائلة. حتى لو اضطررنا بشكل عام الحقيقة أنه نغير من النمط الاستهلاكي، من المهم الآن أن نغير من النمط الاستهلاكي التي تعيشه معظم العائلات العربية. إذا كان هنالك يعني في فترات سابقة يتم شراء بشكل محدد بأسعار مرتفعة، ممكن أن نرى بديل لها نفس الجودة ولكن بأسعار أقل، حتى يمكننا تقليص نفقاتها وأن نتجه إلى مرحلة توفير بعض من المخصصات اللي تمتلكها العائلة بشكل عام. نعم، يعني التوفير ثم التوفير هو الأفضل للعائلة ولصالح العائلة. الخبير الاقتصادي مازن إرشاد، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، نشكرك.